المحور الثاني: دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية، فعلى أساس التلاحم بين مكونات الهوية الوطنية الموحدة الغنية بتعدد روافدها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، فإن مشروع الدستور يكرس اللغة العربية لغة رسمية للمملكة، وينص على تعهد الدولة بحمايتها والنهوض بها، كما ينص على دسترة الأمازيغية كلغة رسمية أيضا ضمن مبادرة رائدة تعد تتويجا لمسار إعادة الاعتبار للأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة، على أن يتم تفعيل ترسيمها ضمن مسار متدرج بقانون تنظيمي يحدد كيفيات إدماجها في التعليم وفي القطاعات ذات الأولوية في الحياة العامة. وبموازاة ذلك ينص المشروع على النهوض بكافة التعبيرات اللغوية والثقافية المغربية، وفي مقدمتها الحسانية كثقافة أصيلة لأقاليمنا الصحراوية العزيزة. برلمان. ونذكر هنا على سبيل المثال مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممارسة حق الإضراب، ومجلس الوصاية. فهذه القضايا الوطنية الكبرى تتطلب منكم جميعا، أغلبية ومعارضة، حكومة وبرلمان، تغليب روح التوافق الإيجابي والابتعاد عن المزايدات السياسية. فيما يخص مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لتقوم مستقبلا بوظيفتها، يجب استحضار أن العربية والأمازيغية كانتا دائما عنصر وحدة، ولن تكون أبدا سببا للصراع أو الانقسام.